السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بيتي. ان شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا عصيدة عربي بالمرقة البطاطا والقراع بالمرقة. ان شاء الله نعطيكم كل تفاصيلها واسرار نجاحها. تابعوني، وصفة سهلة حاولت نبسطها وان شاء الله مشاهدة طيبة للجميع. مكونات متوفرة في كل دار: 500 جرام فارينة، لتر ماء. بعد ان شاء الله نشوف مع بعضنا الطريقه. تو نتعامل الصلصه هذه اللي باش نصبوها فوق العيش: 4 حبات بصل، فلفل اخضر، قراع احمر، وبطاطا. ثوم، خديت راس كبير ثوم، 2 مغارف كبار طماطم معجونه، فلفل احمر مغرفه كبيره، شطر مغرفه كركم، ومغرفه كبيره راس الحانوت، وشويه ملح. نجمو نضيف فلفل اكحل، تنجموا كيف تضيفوا الهريسه العربي. صبينا الزيت، كاس كبيره زيت باش نقصوا البصل. تقصوه بالطريقه اللي تساعدكم، نجموا ترحوه حتى بالماكينه. بالنسبه للثوم، اشترى الكميه باش نصبوها تو، وباقي الكميه باش نصبوها وقت نطفوا عليه. تو نحط طنجرتي على الغاز تغلي. الحله هذه مهمه برشا، لازم البصل يذبل بالباهي. الزيت هكا هو ديجا يسيب الماء متاعه، الريحه ما نحكي لكمش عليها. كيف نحط التوابل الكل. في المرحله هذه نضيف شويه ماء سخون ونحاول نحرك بالباهي باش المكونات الكل تدخل في بعضها. نخليهم يغلوا لمده تدريج. وقت تطيب البطاطا والقراع نطفوا عليه. توا صبينا لتر من الماء، صبيت لتر ماء باش نصب عليها مغرفه صغيره ملح. بسم الله. ونحركها على البارد، وبعد نحطها على النار ونبقى نعصد فيها حتى تطيب. كل واحد بالفارينه متاعه. اذا كان بقى معكم مرخوف العيش تنجموا تضيفوا الفارينه. العمليه سهله برشا. خدمت معكم فيديو سابق كيفاش نعملوا العصيده العربي بالزيت زيتونه والدقله. تو ان شاء الله نحط لكم رابط الوصف. يعملوها برشا في الشتاء وفي المولد النبوي الشريف. هذايا اليدوي ولا تستعملوا الماكينه؟ لو نستعملوا الماكينه تسهل علينا، اما راهي العمليه سهله حتى بمغرفه النجمو، والا بالمغرف اللي وريتهولكم تو. حبيت نعطيكم برشا طرق شوفوا كيف تمشي معنا بسهوله كما الكريمه. هما الحقيقه ثم برشا طرق تطيب العيش العصيده. جربت برشا حاجات وبالنسبه لي هذه اسهل واحده كما الكريمه. شفتوا نخلطوها بالباهي، بعد نحطوها على النار، نعصدوا العيش هكا حتى لين نوصلوا للقوام اللي حاجته. تو نحط الثوم اللي خليناه بكري، ونحطوا الفلفل. تو العصيده متاعنا صبيناها وملسوها هكا. بسم الله بالباهي بالماء. انا تقريبا كملتها باش تكون معنا منظمه بالباهي. كما شفتوا المرقه متاعها تكون متوسطه، ما تكونش عاقده وما تكونش جاريه، متوسطه. نتكم وما نشهيكم، الريحه بنينه برشا، الثوم راه يعطي نكهه كبيره برشا. نتكم وما نشهيكم. هذا العيش العربي، العصيده العربي بمرقه القراع والبطاطا. ننصحكم جربوه وحطوا لي تعليقاتكم. شهية طيبة، وإن شاء الله في فيديو قادم وصفة جديدة. وما تنسوش باش تدعموني في القناة. وبالسلامة، في أمان الله.